يعني صاحبنا الذي يتكلم عن الوسواس، وإنه هو بيقوم الليل فبتهجم عليه الوساوس فبتعكر عليه العبادة. أنا أريد أن أنبه وأقول يا أخوانا، الوسواس القهري الذي يهجم على القلب بغير اختيار من صاحبه، علاجه بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى أن تطرح هذه الوساوس خلف ظهرك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أمنك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الوسواس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. ما لم ينشرح صدرك لهذه الوساوس، أنت خايف من إيه؟ إيه اللي رعبك يعني ويزعجك؟ إيه؟ إذا كان ده أهدره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما لم تعتقد بقلبك وينشرح الصدر لذلك. وأنا ما رأيت رجلا أصيب بهذا الوسواس منشرح الصدر ولا مبسوط، بالعكس ده خايف جدا أن يموت على الكفر. يعني كل اللي بيعانوا من هذا الوسواس بتجيله وساوس في ذات الله تبارك وتعالى، تنقيص في ذات الله عز وجل، تنقيص في أو تشكيك في القرآن أو تشكيك في الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي عرفك أنه بعث ويعرفك أن الكلام ده كلام ربنا، ويسمع شتيمة لرب العالمين في قلبه، يبقى مرعوب خايف يموت على الكفر، فصدره لم ينشرح بطبيعة الحال. فالله عز وجل تجاوز عن مثل هذا ما لم ينشرح الصدر لذلك، وبعدين ما لم يدعو هذا الإنسان المبتلى غيره إلى مثل هذا. هذا غير متحقق أبدا عند صاحب الوسواس. عشان كده أنا بقول له: أمنك الله عز وجل بهذا الحديث، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. كل ما يجي يذكر الله يقوم داخله بالوسواس، يقوم ساكت عن الذكر. طب الذكر ده سلاحك، قراءة القرآن سلاحك. فأنت إذا هبت وخفت وجبنت وألقيت سلاحك فجدير أن يطعنك، جدير أن يهلكك. عشان كده بنقول يعني مسألة تحتاج إلى إرادة. أغلب الجماعة اللي ربنا ابتلاهم، أسأل الله أن يرفع عنهم جميعا الوسواس، ليس عندهم إرادته ضعيفة. فإذا أنت بتقوم بالليل تقرأ القرآن جالك وساوس، استمر، لا تقف. مجرد الوقوف والرجوع إلى الخلف دي مشكلة كبيرة جدا تمكن هذا الشيطان منك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي كل مبتلى وأن يرفع درجاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.